السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في القناه ديالكم اجي تعلم السياقه. ان شاء الله اليوم غادي يكون فيديو جديد ودرس جديد. ان شاء الله اليوم غادي يكون الفيديو تكمله على الفيديو اللي كان قبل، اللي هضرنا فيه على وضعيه الكرسي داخل السياره، يعني كيفاش السائق يقاد الكرسي ديالو. ان شاء الله اليوم غادي يكون الفيديو على المرايات، يعني وضعيه المرايات، كيفاش نقاد المرايات ديالي، وحزام السلامه الصمتة. اول حاجه غادي نبداو بالمرايات. هنايا باش تعرفوا كاين ثلاثه المرايات في الطوموبيل. كاين المرايه الداخليه اللي كتبين لي للوراء، وكاين جوج مرايات برا، كاينه اليمنيه وكاينه المرايه اليسريه. اول حاجه المرايه الداخليه هذه خصني كي نشوف فيها خصها تبان لي اللور ديال الطريق. دونك كنقاد المرايه ديالي، يعني اول حاجه كما تشوفوا صايبنا الكرسي، وراه كي نشوف المرايه خص يبان لي الباربريز اللوراني، خصو يبان. ما تجيش المرايه نشوف بها راسي ولا تجي عاليه الفوق ولا تجي نازله. ديما نقادها بزوج يدين هكذا نصايب، كنكون واقف، يعني ماشي حتى نقلع نتمشى وعاد نبقى نصايب المرايات ديالي، لا، يعني قبل ما نقلع نريق المرايات ديالي صايبها مزيان صافي. راني كنشوف الباربريز ديال اللوراني كتبان لي الطريق مزيان واضحه مزيان. دابا غادي نمشيو للمرايات الخارجيين. كاينه عندي اليسريه وكاينه عندي اليمنيه. بالنسبه لهذه اللي هنايا هانتوما كما كتشوفوا عندي هنايا باش كنقاد المرايه ديالي، يعني نقدر ننزلها، نقدر نطلعها، نقدر ندورها على اليمين، نقدر ندورها على اليسار. انا الوضعيه الصحيحه ديال المرايات باش كنشوف مزيان خص يبان لي البواني ديال الباب اللوراني ديال اللوطو وتبان لي الطريق. البواني، ها البواني هذا الاول ديال الباب القداميه، البواني التاليه كيتبان لي في المرايه وتبان لي الطريق. دونك المرايه راه مقاده. هنايا كنحتاج هاد المرايه باش الا كنت غادي ندوبل على اليسار ولا ندور على اليسار، خصني ضروري عينيا تشوف المرايه، يعني تبان لي الطريق خاويه، ديك الساعه كان ندور على اليسار ولا نكمل التجاوز ديالي. اما المرايه عاوتاني كاليمنيه هي كنحتاجوها كي نبغي عاوتاني ندور على اليمين ولا نبغي نستاسيوني على اليمين الوقوف، نحضي المرايه ديالي نفس الشيء، خاص يبان لي البواني ديال الباب اللوراني وتبان لي الطريق. هانتوما بالنسبه للمرايه ديال اليسار، ها هي، ها البواني ديال الباب اللوراني، هذا الاول وهذا اللوراني. ها هي دابا الطريق كتبان، يعني كما تشوفوا من انايا كنقادها، يعني ما ننزلهاش ولا تطلع ولا تدير على اليمين. دونك نقادها بحال هذا الشكل. دابا كي كنكون جالس في الوضعيه ديالي، ها هي كي كندور راسي كتبان لي المرايه باينه الطريق. نفس الشيء على اليمين، ها هي البواني ديال الباب، ها هي البواني ديال الباب راه كيبان. دونك الطريق كتبان لي مزيان مليحه، يعني حتى هي عندها نفس الشيء. ها هي هنا كنصايبوها، يعني واش كنبعدها على اليمين ولا على اليسار. حتى هي كي نبغي ندور على اليمين ولا على اليسار غندور على اليمين تبان لي الطريق واضحه. اما المرايه الداخليه هي هذه، يعني انا جالس في وضعيه صحيحه كي نهز عيني خص تبان لي المرايه، ها هي، يعني راها مقاده. هذا بالنسبه للمرايات. رانا غادي ندوزو دابا لحزام السلامه. الحزام السلامه كاين بعض الاشخاص اللي ما كيديروش الحزامه كاع، وهذه راه مخالفه للقانون، يعني كيعاقب عليها القانون بغرامه ماليه. يعني الا قبضني البوليس ولا جدرني ما دارش حزام السلامه كتسمى مخالفه بروسي. حزام السلامه كيتقاد بحال هذا الشكل، يعني بزوج ديال السنطات كيجيوني، وحده كتجي على الصدر وحده كتجي لتحت، ما نديرلهاش هكذا. هذه كتسمى بحال كاع مانيش داير حزام السلامه الصمتة، كتسمى حتى هي مخالفه. ولا قدر الله كانت شي حادثه ولا شي اكسيدون يقدر الصدر ديالي يضرب لي مع الفولون الا كان له شوك كبير. دونك ديما بهذا الشكل نحاول نقادها مزيان، يعني باش ما تجينيش عوجه هكا ولا بحال هكا، باش ما تبقاش تضبرني، حيت شحال ما ضبرتني غادي ملي نكون مسوق غادي نتعذب. ثاني حاجه كاين اللي كيديرها يعني ما باش ما يتعذبش، كيديرها هكذا، كيديرها بحال هذا الشكل، باش كيجي يطلع يدير غير هذا، يدير لها غير هكا،
يعني حتى هذه راها مخالفه للقانون، ما كتسماش داير الصمت حزام السلام. هذه حتى الا قدر الله كانت شي حادثه ولا شي شوك كبير، راه حتى هي ما غاديش تحميني، غادي نقدر الفولا تقيسني الصدر. يعني الوضعيه الصحيحه نتاع الصمته هي نشدها هكذا كامله بجوج وندير الصمته ديالي. فهم، نتمنى تكونوا استفدتوا اكثر في هذا الفيديو بالنسبه للمرايات، بالنسبه لحزام السلامه. يعني شفنا في الفيديو اللي قبل وضعيه الكرسي، وشفنا نقاد المرايات ديالي والصمته. هذا يعني اول واحد بغى يتعلم السياقه السوقان بلا زعما غادي يمشي للوطو يكون يبغي يبدا هو راسو. اول حاجه شنو يديرها؟ الكرسي، نقاد الكرسي ديالي، ندير نصايب المرايات ديالي مزيان، ندير حزام السلامه، عاد نبدا في المراحل الاخرين. وبالنسبه حتى الناس اللي كيفوتوا البيرمي، يعني ملي كتكون فاصلين في العقبه، ضروري نقاد الكرسي ديالي ونشوف المرايات مقادين، ندير حزام السلامه، عاد نطلع مع الانجينيور ونمشي في الطريق باش ندير ديك الدوره الشرفيه. نتمنى تكونوا استفدتوا اكثر، ونتمنى تكونوا مزيانين. اللي كما كنقول لكم اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي كومونتير، ونتمنى تبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب وتزيدوا لنا بلي جيم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.